دلوقتي وانت بتشتري شقتك، ايه احسن طريقة تدفع بيها فلوس الشقة؟ طبعا دايما الموضوع المحير او اللي فيه مشكلة، البايع يقول لك مش هعمل التوكيل غير لما اخد فلوسي، والمشتري ما يرضاش يحط الفلوس او يديله الفلوس غير لما يتعمل التوكيل. انا ايش ضمني اديله فلوس وما يعملش التوكيل؟ ما اديله فلوس فهنا من هنا بتحصل المشكلة. دايما الخلافات في البيع والشراء للشقق تحديدا بيكون في النقطة دي. هدفع الفلوس امتى؟ يجي بقى ناس تكون موجوده عشان تكون شهود ويقول لك لا مش هدفع، طب اللي اعمل لي التوكيل الاول. بيحصل مشكله. طب الحل في القصه دي كلها هو الشيك المصرفي. الشيك المصرفي مش الشيك العادي، الشيك المصرفي. انت بتروح البنك، بتاخد صوره بطاقه البايع، تمام، او بتاخد بطاقه البايع يعني رقم بطاقه او صوره البطاقه. بروح البنك عندي انا كمشتري، تمام، بروح بقول عايز اعمل شيك مصرفي للراجل ده ببطاقته اهو. فبيتعمل شيك مصرفي مثلا وليكن بتوتال بثمن الشقه اللي هو مثلا حوالي 5 مليون 3 مليون ايا كان، 2 مليون مليون ايا كان سعر الشقه. بيتحجز في حسابي الرصيد ده، بيتشال مليون جنيه، بيتشال 500,000، بيتشال ايا كان توتال سعر الشقه، وبيتحجزوا باسم الراجل اللي اتعمل له الشيك المصرفي اللي هو البايع بقى. بيتحجز الفلوس دي في البنك باسمي، فبتبقى الفلوس في حساب المشتري، ولكن ما بيقدرش يتصرف فيها، اكنها معمول عليها كده هولد، معمول عليها كده يعني البنك بيحجزها ويحبسها للي طالع باسمه الشيك المصرفي. فالشيك المصرفي ده يعتبر انك خدت الفلوس. يعني مثلا لو بيبيع شقه ب 5 مليون، الشيك المصرفي الورقه دي اكنك معاك شنطه فيها 5 مليون جنيه. فده انسب حاجه واحسن حاجه، ان انا وانت بتشتري او تبيع شقتك تتعامل بالشيك المصرفي. خلي بالكوا عشان بيحصل نصب كتيره وحوارات كتيره بقى، واتكلمنا ياما في فيديوهات على الحوارات اللي بتحصل في البيع والشراء للشقق. تابع الفيديوهات وخلي بالك وانت بتشتري شقتك واوعى يتنصب عليك. دلوقتي وانت بتشتري شقتك، ايه احسن طريقة تدفع بيها فلوس الشقة؟ طبعا دايما الموضوع المحير او اللي فيه مشكلة، البايع يقول لك مش هعمل التوكيل غير لما اخد فلوسي، والمشتري ما يرضاش يحط الفلوس او يديله الفلوس غير لما يتعمل التوكيل. انا ايش ضمني اديله فلوس وما يعملش التوكيل؟ ما اديله فلوس فهنا من هنا بتحصل المشكلة. دايما الخلافات في البيع والشراء للشقق تحديدا بيكون في النقطة دي. هدفع الفلوس امتى؟ يجي بقى ناس تكون موجوده عشان تكون شهود ويقول لك لا مش هدفع، طب اللي اعمل لي التوكيل الاول. بيحصل مشكله. طب الحل في القصه دي كلها هو الشيك المصرفي. الشيك المصرفي مش الشيك العادي، الشيك المصرفي. انت بتروح البنك، بتاخد صوره بطاقه البايع، تمام، او بتاخد بطاقه البايع يعني رقم بطاقه او صوره البطاقه. بروح البنك عندي انا كمشتري، تمام، بروح بقول عايز اعمل شيك مصرفي للراجل ده ببطاقته اهو. فبيتعمل شيك مصرفي مثلا